رسميا كريستيانو رونالدو لعب لنادي النصر السعودي. في صدمة من العيار الثقيل لعشاق الكرة المستديرة ولعشاق الدون كريستيانو رونالدو شخصيا، صحيفة الماركا الإسبانية تفجرها باقتراب الدون من الدوري السعودي عن طريق بوابة فريق النصر السعودي. وتعود كل هذه الأمور إلى المشاكل الشخصية مع ناديه السابق مانشستر يونايتد ومدربه إيريك تين هاغ، مما أدى إدارة النادي الإنجليزي إلى فسخ عقد رونالدو مع الإدارة بالتراضي بين الطرفين بسبب المشاكل الشخصية الحاصلة بين الإدارة ورونالدو ومدربه الهولندي إيريك تين هاغ. وتعود كل هذه الأمور إلى عدة أسباب، ومن أهم هذه الأسباب سبب الخلاف الحاصل بين الدون كريستيانو رونالدو ومدربه الجديد إيريك تين هاغ، سبب عدم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للفريق وإبقاء كريستيانو رونالدو دائما في الاحتياط وعدم إشراكه أبدا. وتعود القصة إلى مباراة ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي حينما علم رونالدو بأنه لن يدخل أبدا، فقرر مغادرة أرضية الملعب دون استئذان مدربه، مما أدى إلى غضب المدرب ومعاقبة كريستيانو رونالدو باستبعاده من المباراة القادمة وإنزاله للتدرب مع الفريق الرديف، ليأتي بعد ذلك عرض قوي من نادي النصر السعودي من أجل ضم الدون للفريق السعودي. ولكن رونالدو رفض هذا العرض وفضل البقاء في مانشستر يونايتد رغم الخلافات الحاصلة بينه وبين مدربه وبين إدارة النادي، لتشتد النار أكثر بين رونالدو وإدارة النادي ومدربه إيريك تين هاغ حول مستقبل الدون كريستيانو رونالدو. ليزيد الدون الطين بلة بتصريح قوي عن مدربه إيريك تين هاغ، حيث قال كريستيانو رونالدو في تصريح قبل كأس العالم: مانشستر يونايتد قام بخيانتي، أنا لا أحترم تين هاغ لأنه لا يحترمني. يفسخ النادي الإنجليزي عقده مباشرة بعد هذا التصريح الصادم والقوي عليهم، لتفجرها صحيفة الماركا الإسبانية بخبر توقيع كريستيانو رونالدو لعقد فلكي مع نادي النصر السعودي، ليأخذ بعد ذلك رونالدو في السنة الواحدة ما يقارب 200 مليون يورو، وفي الشهر الواحد 16 مليون يورو، وفي الأسبوع 3 ملايين يورو، ليكون بذلك رونالدو اللاعب صاحب أكبر عقد في تاريخ كرة القدم، ليتفوق بعد ذلك على عقد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان، ليكون رونالدو في 1 يناير 2023 لاعبا جديدا لنادي النصر السعودي في خبر رسمي. ولن نرى بذلك رونالدو يلعب في أعرق الدوريات الأوروبية الكبرى. وتنتهي بذلك أعظم قصة تنافسية في تاريخ كرة القدم بين أعظم لاعبين، أي بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.